هعمل معاكم النهاردة سان درايد توماتو او طماطم مجففة. عندي طماطم، اي نوع طماطم، هقطعها 4، هرصها على ورق زبدة وادخلها الفرن على اقل درجة حرارة. قبل ما ادخلها الفرن هحط عليها زيت زيتون وملح وزعتر. اهم حاجة ان الفرن يكون مظبوط على اقل درجة حرارة فيه، هي بتاخد من حوالي 4 ساعات، ممكن تاخد 5 ساعات كمان. بعد ما تطلع من الفرن هسيبها تبرد خالص، وبعدين هبدأ احطها في برطمان. البرطمان ده هزود عليه كمان شوية فصين توم او 3 على حسب الكمية، وزعتر، وهحط عليها زيت زيتون تغطيها، وبعدين هسيبه على جنب. خلاص هو كده جاهز لاستخدامه. هعمل بقى بيها ريسيبي. اول حاجة عندي صدور فراخ، هتبلها بملح وفلفل، توم وبصل باودر وبابريكا، وهديها تشويحة كده. بعد كده هشيل الفراخ على جنب واحط مكانها بصل متقطع صغير وتوم. هشوح البصل اديله تشويحه، وبعدين انزل عليه بالثوم المفروم، وبعد كده شويه شوربه فراخ وكريمه. ولو مفيش كريمه زي ما انا عندي، هحط كوبايه لبن عليها معلقه نشا ومعلقه قشطه. وبعد كده هقطع الطماطم بتاعتي وانزلها على الصوص بالزيت بتاعها، ازود ملح وفلفل وبهارات ايطاليه او زعتر، وبعد كده ارجع الفراخ تكمل سواها في بالصوص برضو. وده شكلها النهائي، بتبقى طعمها خطير، ممكن تاكلها مع مكرونه. جرب.